السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة بوصفة جميلة وسهلة جدا متوفرة في كل البيوت، وهي المكرونة بالخضار بالعدس بجبة باللحمة المفرومة. يلا بينا نغرف الطبق ده ونسمي الله ونتوكل على الله ونشتغل في الوصفة بتاعتنا. ولو حد ليه أي استفسار يبعت لنا على الصفحة بتاعتنا أو على اليوتيوب وإحنا هنرد عليه. أول حاجة هنبدأ نحضرها، هنحط حلة على النار ونحط فيها معلقتين زيت مع معلقة سمنة، ونبدأ نشتغل ونشوح البصلاية أو تدبل البصلاية. مش لازم نحمر البصلاية خالص، احنا بنخلي البصلاية دوبك تصفر كده، ونحط معاها فصين توم متقطعين ناعم. وبعد ما يتقطعوا ناعم ونرميهم في الحلة مع البصلاية بتاعتنا بتدبل، هننزل عليهم بنص قرن فلفل حامي. اللي حابب يحط فلفل حامي يحط، اللي حابب يستغنى عن الفلفل الحامي ده ويحط فلفل الوان، ما في الوصفه مش هتقول له لا. حابه تحط فلفل الوان مش هتقول لك لا. بعد الفلفل الالوان والبصلايه بتتشوح معانا، نبدا ننزل باللحمه بتاعتنا نعصقها مع البصلايه كده. اللحمه بتاعتنا خدت اللون الجميل ده، هنبدا ننزل بقى بالخضار الرايق الجميل ده، اللي هو بطاطس، كوسه، بطاطس وجزر وطماطم متقطعة برنواز. العدس بجبة قبل ما نشتغل في الوصف خالص بنكون حاطين العدس بجبة ده في مية، نسيبه شوية في مية يشرب عشان العدس بجبة بياخد سوى زيادة شوية. وبعد كده بنيجي نشتغل بيه اهوت. كده احنا حطينا الجزر وحطينا البطاطس وحطينا الطماطم وحطينا اللحمة بتاعتنا وحطينا العدس بتاعنا. كده فاضل الطماطم المتقطعة برنواز، هنحطها على الخضار بتاعنا ومع العدس بجبة. البهارات بتاعتنا ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، مرقة دجاج، مفيش ولا ازيد ولا اقل من كده. طبعا في الاثناء دي واحنا شغالين بنكون حاطين حلة مية على النار. الحلة دي بتكون بتغلي، لان التزويد بتاعنا المية بتاعتنا اللي احنا بنحطها مع الوصفة دي لازم تكون مية سخنة. وهنا الطماطم ممكن نستبدلها بمعلقتين صلصة بوريه عادي، واللي حابب يحط طماطم فريش يحط طماطم فريش. بس انا استغنيت عن الصلصة البوريه بطماطم فريش لان الخضار بتاعنا كله فريش، عشان تبقى حاجة القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا. طبعا احنا في الحلة هناخد منها دلوقتي ونزود الخضار بتاعنا، لان الخضار بياخد سوى عن المكرونة زيادة شوية. فاحنا هنحط مية ونسيب الخضار مع العدس مع اللحمة المفرومة ياخد سوى، يعني تلات ارباع سوى قبل ما ننزل بالمكرونة. يعني احنا في الاثناء دي مش هينفع ننزل بالمكرونة بتاعتنا. كده هنسيب الخضار بتاعنا يغلي ويستوي تلات ارباع سوا، وبعد كده ننزل بالمكرونة بتاعتنا عشان كله يستوي مع بعضه، ما تكونش في حاجة مستوية عن التانية. زي ما انتم شايفين كده الخضار بتاعنا بسم الله ما شاء الله استوى، والشكل مش عايز اقول لكم ولا الريحة عايز اقول لكم عاملة ازاي. حاجة بسم الله ما شاء الله. وان شاء الله اللي هيجرب الوصفة دي هيدعي لنا من قلبه ان شاء الله. هنا هننزل بالمكرونة. طبعا انا عامل كيلو مكرونة، يعني وصفة تكفي 5 افراد مرتاحين يعني. بسم الله ما شاء الله. ونبدأ نقلبها كده، ولو نيلاها محتاجة شوية مية كمان هنحط شوية مية طبعا من المية السخنة اللي احنا حاطينها جنبنا. اه زي ما انتم شايفين كده زودت مية تاني عشان المكرونة تاخد راحتها وتستوي كمان مع الخضار. ونقلبها تقليبة محترمة كده ونبدأ نغطيها. اه هنا بعد ما غطيناها واستوت المكرونة بتاعتنا وبقت حاجة بسم الله ما شاء الله، مفيش حباية لازقة في التانية. مش عايز اقول لكم الريحة عاملة ازاي ولا الطعم عامل ازاي. طبعا في الاثناء دي هنجيب طاسة ونعمل لها توماية كده مع شوية كمون او شوية كزبرة وشوية توم وقرن فلفل حامي لو متوفر اهو. زي ما انتم شايفين كده هنخليها تاخد لون بس على النار ونطش بيها المكرونة دي الطشة دي بتعمل فرق جامد قوي في الوصفة دي. هنا هنقلب بقى المكرونة تقليبة كده محترمة، وناخد شوية مكرونة نحطهم مكان الطاسة، مكان الطاسة اللي احنا عملنا فيها الطشة، ونقلبها تقليبة كمان ونبدأ نغرف
بألف هنا وألف شفا. طبعا مش عايز اقول لكم يا جماعة ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف إبراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء آخر إن شاء الله.